السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نحدق كده شويه السردين القمر دول. حلوين جدا دول بقى، كده نص كيلو من السردين. انا جايباه صابح خالص كده وبيلمع، وزي ما انتوا شايفينه كده، ولا مهري ولا اي حاجه. جبت كده نص كيلو، قلت احدقه. إيه، بيبقى طعمه حلو جدا وبيبقى نضيف كده، حاجه نضيفه في البيت انتي اللي عاملاها بايديكي. اول حاجه كده هنقول بسم الله، وهنجيب كده نص كيلو سردين ده، هنغسله كويس جدا وهننشفه كويس جدا بمناديل كده، او ممكن تحطيه في المصفى لحد ما الميه اللي فيه تتصفى خالص. وبعد كده بنجيب بقى معانا 3 معالق كبار من الملح، وعليهم كده نص معلقه صغيره من الشطه، ومعانا كمان 3 معالق كبار من الزيت. وبنجيب بقى معانا كده علبة من البلاستيك، اهم حاجة يكون ليها غطا يا جماعة. لو مش عندك علبة ممكن تجيبي كيسة من بتاعة التخزين، اكياس التخزين بتاعتك، وتحطي فيها وبعد كده تقفلي الكيسة. اهم حاجة ان الحاجة تبقى مقفول عليها ومحكمة، علشان ما يخشلوش هوا فيبوظ منك. هنا خلاص كده كنا بنحط كده اول رق، بنحط ملح، وبعد كده بنرص السردين زي ما انت شايفة، وبعد كده بنحط رق ملح تاني، وبعدين رق من السردين. اهو زي ما انت شايفة، طريقته سهلة جدا وما بياخدش في ايدك ثواني خالص. اهو زي ما انتم شايفين كده. صلوا على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا ده فضلا من حضراتكم وليس أمرا، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. يا رب كده فيديوهاتي اللي أنا بقدمها لكم تكون بتعجبكم، وتكونوا كمان بتستفادوا منها. اهو زي ما انت شايفه كده احنا خلاص خلصنا. اخر حاجه بس كده بنحط فوق الوش كده شويه الملح، واخر حاجه بقى بنحطها 3 معالق من الزيت. الزيت هنا مهم جدا. اولا بيدي طريان كده للحاجه اللي انت بتحدقيها، سواء بتحدقي فسيخ او بتحدقي سردين. وكمان بيحافظ على السردين كده، بيخليه يفضل قاعد معاكي فتره طويله جدا. وبيدي بقى لمعة كده وطريان للسردين. خلاص كده احنا خلصنا الكمية كلها. هنقفل بقى العلبة كويس قوي زي ما انت شايفة كده. اهم حاجة يا جماعة ما يخشلوش هوا خالص. بنجيب بقى كده الاسترتش بتاعنا، وبنبدأ نقفله كده مرتين 3 عليه كده بالاسترتش، عشان نبقى العلبة محكمة زي ما انت شايفة كده اهو. خلاص كده، وبنسيبها بقى كده لمدة من 3 ل4 أيام. صراحة لأن هو صغير، يعني هو صغير، فمش هتقعديه مدة أطول من كده عشان ما يتهراش معاكي. أنا بالظبط فتحت عليه بعد 4 أيام بالظبط. ده كان اليوم الرابع. اهو زي ما انت شايفه كده. خلاص كده هنا كان نزل الميه بتاعته، وخلاص الدم بتاعه كمان كان نزل. كل حاجه هو كده استوى تمام، وخلاص كده بقى هنضفه بقى كده وارجع لكم تاني. انا هنا كنت نضفته وشلت الراس والديل والسلسله بتاعته كده، ونضفته خالص وحطيته كده زي ما انت شايفه. وحطيت عليه زيت وكمان ليمون، ولو عندك طحينة كمان ممكن تحطي. عايزة اقولك ان هو كان زبدة، كان طعمه حلو جدا ومستوي جدا. وبصي ملحه مظبوط، مش حادق ولا عادب، الملح بتاعه مظبوط جدا. اهم حاجة يا جماعة ان انتوا تظبطوا الملح، علشان الحاجة ما تحدقش معاكي، لانها لو لو احدقت معاكي بيبقى طعمها مش هتعرفي تاكليه خالص. بصي بقى شكله حلو جدا ونضيف جدا، حاجة كده انت اللي عاملاها بايديكي نضيفة، وما قعدتش ما خدتش وقت خالص. هم 4 ايام وكنا فاتحين